سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديده ان شاء الله تعجبكم وتجربوا هذه الوصفه. حنوجد معكم فلان باتيسي بطريقتي، يجي كيما تاع المحلات بزاف بنين. اللي جامي جربته نقولها غير جربي هذه الوصفه، راهي ناجحه 100%. اول حاجه واش نسحق في المول هذا، راح نحط الطبقه الاولى، راح ندير لا بات سابلي. هنا نتوما تحبوا ديروا بات سابلي ولا بات فويتي ولا لا بات بغيزي كيما تحبوا. واش درت فيها؟ كنت وجدتها باش ما تجيش الفيديو طويله. درت 125 غرام تاع مارغرين طريه، نص كاس زيت، 3 مغارف سكر، مع حبه تاع البيض خلطتهم مليح، ولميت ب3 كيسان ونص تاع الفارينه. دوكا هنايا نجي نفرشها في كيس بلاستيكي، فرشتها هكا مليح بالحلال، حليتها وراح نجي نقلبها في هذا المول. الحجم تاعو متوسط، ماهوش كبير بزاف وماشي صغير. نحي هذاك الكيس ونبدا نخدم فيها بهذه الطريقه. شوفوا منا من الطروف، نسي نخدمها مليح ونبقى نحي هذوك الزوائد ونعاود نبياسيهم في الجهه اللي ما كاش فيها العجينه. قلت لكم هذه الوصفه راهي ناجحه، يعني اللي جامي طيباتو نقولها اعتمدي على هذه الوصفه، راح تعجبك باذن الله. دوك هنا واش راح ندير؟ راح نجي نطقب هكا العجينه كامل بالفرشيطه باش ما تنفخش في الفوق، ومن بعد ندخلها الفريجيدير تبرد واحد ربع ساعه هكاك وتشد روحها مليح. لازم تكون بارده باش ندير فوقها الفلان ديالي. هنا حندخلها الفريجيدير ونروح نوجد الفلان واش نسحق فيه. عندي هنا كاسرونه درت فيها لتر تاع حليب، رايحه نزيد كاس تاع سكر عادي. الكاس هذا اللي موافا نخدم به يرفد 220 مليلتر. نجي نخلطو مليح هكا بمغرفه تحطب، نسي كيفاش يذوب هذاك السكر، ومن بعد نحطهم فوق نار قليله. نحطو يدفى برك. هنا قبل ما نحطو فوق النار راح نعمر، يعني من هاد الليتر راح نحط في هذاك الكاس، نعمر قيس هذاك الكاس، نسحق كاس، ناخذ منه من الكاسرونه كاس تاع حليب، ومن بعد نحطو فوق النار. نحطو قيس ما يدفى برك، ماشي يغلي. ولا من جهه واحده اخرى حكمت غيسيبيون، رايحه نحط فيه هذاك الكاس تاع الحليب اللي نحيته، نضيف فيه 3 حبات تاع بيض. مام الفلون هذا راح يجي روعه، غير جربوه. هنا شوفوا درت 3 حبات بيض، نحكم الفوي ديالي وندرب مليح هكا بهذه الطريقه، ونجي نضيف المايزينا. هنا شوفوا ندرب مليح ونجي نضيف المايزينا. هنا المايزينا حنسحق 5 مغارف يكونوا كبار، يعني يكونوا معمرين. شوفوا راح ندير 5 مغارف. هنا حبيت ندير كلش بارد في بارد. هنا شوفوا درت هذوك ال5 مغارف، نخلط مليح حتى تذوب كامل. من بعد هذا الخليط نروح نديرو فوق هذاك الحليب اللي كان دفا. قلت لكم الحليب يكون دافي برك. هاي لك هذا الخليط تاع المايزينا والحليب والبيض، رايحه نضيفو لهذاك الحليب والسكر. قلت لكم ما تخلوش حتى يغلي، خلوه يدفى برك هذاك الحليب. نحيوه من فوق النار، نضيفوا له هذا الخليط الثاني. ان شاء الله الطريقه تكون واضحه. وخلطوا مليح هكا بمغرفه وعاودوا رجعوه فوق النار. هنا فوق النار قعدوا حركوا على نار متوسطه حتى يعقد لكم، يولي بهذا القوام. شوفوا تحسوا شغل يتقطع، ما تخلوش يتقال بزاف وما تخلوهش خفيف، خلوه كيما راه يظهر لكم في لا فيديو. هنا نخليه يبرد واحد 5 دقائق برك ونجي نسربيه في الغيسيبيون ديالي. هنا شوفوا خليته هكا غير 5 دقائق، يعني مازالو سخون. نفرغه كامل في هذاك الغيسيبيون ونجي نغطيه بكيس بلاستيكي، ولا تحبوا ديروا سيلوفان كيما تحبوا، ونخليه يبرد مليح. هنا شوفوا لازم هذاك الكيس يلامس هذا الفلان. هاوليك كي نشوفوا برد نحي هذاك الكيس وندير له مغرفه تاع لافاني، مغرفه كبيره تاع لافاني باش تروح له ريحه البيض. هنا اللي ما عندهاش لافاني تقدر دير مغرفه كبيره تاع قهوه طايبه. هنا نحرك بهذه الطريقه، شوفوا مليح، ومن بعد نجي نسربيه فوق هذيك العجينه اللي كنت نحيتها من الفريجيدير. قلت لكم لازم تكون العجينه بردت، يعني نحطها في الفريجيدير نجبدها بارده، نجي نضيف فوقها هذا الخليط. شوفوا وصفه سهله اقتصاديه، والاهم من هذا انها ناجحه. الذوق تاعها راح يجي كيما تاع المحلات. كاين بزاف نساء اللي ما ينجح لهمش هذا الفلان، نقول لهم جربوا هذه الوصفه. وما بزاف بنات يعني بعثوا لي في الفيسبوك قالوا لي ديري لنا الوصفه تاع الفلان باتيسي. هنا نجي نسوي السطح مليح هكا بمغرفه باش كي ندخلو يحمر من الفوق الوجه تاعو يجي شباب.
بعد ما كملت كامل حندخلو على فور كنت سخنته على 160 درجه، ندخلو للفوق 160 درجه. طيب هذيك لاباط مليح من تحت وتحمر شويه ونشعلو من الفوق. كي نشوف العجينه طابت نخليه يحمر من الفوق حتى يكون هاد القشره. هاوليك هنا بعد ما طاب نخليه يبرد شويه وندخلو للثلاجه. انا بيتو ليله كامله باش نقسمو. نتوما تحبوا 6 سوايع 7 سوايع بصح من الاحسن بيتوه ليله كامله. انا هنا بيتو ليله كامله. كي خرجته من الفريجيدير راني نجي هكا من الفوق ندهنو بشويه تاع العسل. كنت سخنت شويه تاع عسل. هنا تحبوا ديروا لا جولي ولا معجون ولا عسل، يعني واش يكون عندكم. قلت لكم كي طاب خليته يريح شويه برد ودخلته للثلاجه بات ليله كامله. راني نديرو هكا في العسل باش وتشو يجي في هذيك لابغيونس. والفلان تاعي يكون جاهز. دوك نقسم معاكم مورسو جاي شهي واحد الريحه فيه بزاف هايله والذوق تاعو ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوا الوصفه. هاي ليك شوفوا وتشو كيفاش جاي بريي. قلت لكم اللي عندها معجون دير معجون ولا عسل ولا لاجولي واش تحبوا. وكيما في كل فيديو نحب نقسم معكم مورسو وتشوفوا كيفاش جا. هاكي شوفوا جا شويه عالي، ما جاش عالي بزاف. انا ما نحبوش كي يكون عالي بزاف، نحبو هكا كيما راه. هاوليك قسمت معاكم مورسو. دوك نقسمو معاكم تشوفوا كيفاش جا شاد روحو. هذيك لاباط الطريه فيها واحد القرمشه روعه. هنا حنقسم معكم باش تشوفوا كيفاش جا. ونكون لحقت لاخر الفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش تخلوا لي جيم كومونتير او بارطاج. سلام.